مساء الخير وحلقة جديدة معنا في القناة. امبارح قلنا في انتقالات وفي لعيبة رايحة جاية وجاية رايحة يعني مهمة، يعني وصفقات مهمة في الدوري. حتى انت ممكن ترجع تشوف في الحلقة بتاعت امبارح اللاعب اللي هينتقل من الأهلي للزمالك. النهاردة بقى جايلك بصفقة توب. صفقة مهمة جدا، لاعب مهم جدا ومحوري ومركز مهم في نادي الزمالك، والزمالك يعني محتاج لاعب في هذا المركز. طيب، احنا قلنا قبل كده ان في لعيب هينتقل من الاهلي للزمالك في صفقة مهمة جدا، وجينا اتكلمنا عن امام عاشور، وجينا اتكلمنا عن بن شرقي، وجينا اتكلمنا عن ناس كتير كانت موجودة في الاهلي. وفي لعيبة احنا قلنا تمشي من الاهلي زي الشناوي اللي ماشي، زي النهارده كده الاهلي لما كان بيلعب بالناشئين، وعرفنا ان الناشئين قطاع ميت جدا، فالاهلي بالتالي مش هيلجأ لقطاع الناشئين كتير في الفترة الجاية، انه ظهر قدامنا قطاع محتاج قطاع. فتقريبا اكتر قطاعات مفيش فيها لعيبة هو الاهلي والزمالك. بالتالي يكون الاهلي يحتاج لعيبة من بره، لان خلاص ان المخزن بتاعه مفيش فيه سلعة، والسلعة اللي جوه الفرقة مش موجودة. وبالتالي انا كراجل مدير مثلا كورة في النادي الاهلي، فهشوف لعيبة من بره احسن. تمام، فالزمالك عمل ايه بقى؟ قال لك وانا لسه هربي، طب ما اجيب من بره. جه اختار مين بقى؟ جه اختار ملك الحلول، ويعني من اهم حلول النادي الاهلي، وخلاص الراجل مش بيعتمد عليه، هو محمد مجدي قفشه. تاني انا بقول لك محمد، انا شوف انا كم مره اقول لك محمد مجدي قفشه؟ قلت لك تقريبا بتاع 6 7 مرات محمد مجدي قفشه راح الزمالك، وكل مره باكد لك هو راح فعلا نادي الزمالك. ما يبصش على اي خبر بره، لا، بص على الخبر الاهم. محمد مجدي قفشه في نادي الزمالك، وده خبر مهم جدا لكل الزملكاويه. حد يقول لي ما محمد مجدي قفشه راجل اهلاوي ومش هيأدي زي ما كان بيأدي في نادي الزمالك وكده، لكن هو راجل آه بروفيشنال خلاص بقى، كل واحد بيتعامل دلوقتي بعقليته خلاص بقى يعني. مفيش حد بقى عنده محدش عبد الحليم عليه، يعني محدش فيهم حازم امام مثلا، محدش فيهم كلها دلوقتي بقت حسام حسن، كلها دلوقتي بقت الحضري، كلها دلوقتي بقت ابراهيم سعيد، كلها دلوقتي بقت حسام ميدو، كلها دلوقتي بقت مش عايزين نقول احمد حسن عشان الراجل ده مش بمزاج الاهلي يعني مش عايزين نقول لعيبه يمشي بمزاج الانديه، لكن النادي الاهلي بيحاول يحافظ على السكواد اللي عنده. السكواد كبير جدا وانت داخل كاس عالم وبتاع، في لعيبه كتير مش هتمضي. احنا عارفين طبعا منهم ياسر ابراهيم ومروان ربيعه، ومنهم محمد مجدي قفشه، ومنهم امام عاشور اللي اخره مع النادي الاهلي كاس العالم اللي جاي ده. ان السنه الجايه الاهلي مش هيشارك في بطوله افريقيا لو فضل ماشي بالمستوى ده، والزمالك طبعا طلع يعني بسبب الصاروخ، لو الاهلي اتخصم منه نقاط الزمالك بالتالي هيلعب للمكسب بس. شوف الزمالك يلعب في الفتره الجايه للمكسب بس، والاهلي هيخش كونفدراليه، والزمالك دخل دوري ابطال، فخلاص يعني لو ال3 نقط فعلا اتخصموا من النادي الاهلي في الاسبوع الجاي في المحكمة هيبان كله. فمحمد مجدي قفشة هو اللاعب اللي بنتكلم عليه ان هو هيجي النادي الزمالك بعد كاس العالم للانديه، طبعا كله يخلص كاس العالم للانديه، كل واحد يشوف حاله بقى. يعني واحد زي حمدي فتحي هيمشي خلاص، وهو عنده 6 شهور، وهو راجل كمان الان. تريزيجيه ما اعتقدش ان هو يكمل 5 سنين في الاهلي، اللاعب عنده 33 سنه، الاهلي مش هيسيبه في النادي الاهلي الفتره دي كلها يعني لحد ما 38 سنة مثلا، ما اعتقدش. الا لو كان يعني مثلا لو كان في خير مثال قبل كده كنا ممكن نقول ده ساب مثلا ابو تريكة، ساب مثلا عبد الله السعيد، ساب مثلا احمد فتحي، ساب مثلا شريف مكرامي، ساب مثلا حسام عاشور، ساب مثلا حسام غالي. كل دي اسماء كتير جدا مش النادي الاهلي قبل ال 35 سنة. فقول لي في التعليقات، لو فعلا قفشه جه نادي الزمالك هو وامام عاشور، تفتكر هيبقى مفيد ولا لأ؟ والأهم من كده هيبقى كويس ولا لأ؟ شوف حاجة جديدة.